شيك 250 جنيه ولا 300 جنيه، طبعا ده مش مظبوط. يعني اقوم شامتها طقم قصدي ان جي كي انجي كي. او اريديو، لو الماده. الاريديوم ده مش في كل المكن. اه الاريديوم ده ما يركبش على اي مكن. اه ده سن طويل وده سن قصير، دي حاجه ودي حاجه وكده يعني. الالافات بيمشي فيها الاريديوم، اه 600 والكلام ده ما ينفعش فيها اريديوم. طب انا لو عايز ابدا بمكنه ياباني، ابدا بايه؟ تبدا بمكنه ياباني، تجيب لك مكنه اوسخ مكنه في العالم، اخبط فيها. هتعلمك كل حاجه. اول حاجه هتعرفك على الصناعيه. حصل. يعني انا في 2012 بدات ب 400 فاير، عادي. وفعلا عرفتني منين يودي على فين. انا دلوقتي بص، انا دلوقتي عايز اجيب عربيه، اه هروح اجيب عربيه موديل عالي؟ لا. معايا اجيب عربيه موديل عالي، بس ما ينفعش اروح اجيبها وانا لسه اول مره اركب عربيه اصلا. هجيب واحده لا اخبط هجيب فيها. عربيه اوسخ عربيه في العالم. اه اخبط فيها، صح كده صح كده. اظبط عليها واتعلم عليها واعرف الخطوات واعرف الابعاد واعرف كل الكلام ده، بعد كده بقى اجيب بقى اللي انا عايزه بقى. طب ابدا بمكنه ايه اخبط فيها؟ انصح يعني كبدايه يعني اه الهورنت. مكنه الهورنت 600 2002 كمان افضل. 2000 اخبط فيها، اقل من كده ما ينفعش. هي هتعلمك كل حاجه، هتعلمك. مكنه عمليه. هتعلمك السواقه. مكنه عمليه، الحراره بتاعتها ما بتعلاش زي اي مكنه تانية. برضه بترجع لسايق المكنه يعني. فاهمني؟ مبدئيا يعني. مبدئيا. كده انت كده المكنه هتتعلم، بس عشان تتعلم لازم تدفع. التفصيل بيعمل ايه في الموتور؟ التفصيل ده مش اي حد يفسر. اه مش اي حد يمسك اليد كده يقعد عامل كده ممكن يبوظها في ثانيه. وبعدين بترجع لحاله الموتور نفسه. ضغط الزيت ده مظبوط ولا مش مظبوط عشان تقعد تفصل بمكنه. انت فاهمني؟ اهم حاجه ضغط الزيت. ضغط الزيت مظبوط خلاص مفيش اي مشاكل، تفصل تعمل زي ما انت عايز تعمل، زي اوروبا كده بتلاقي عيل ماسك مكنه دب ماسك اليد جايبها الاخيره ولا بيحصل فيها اي حاجه. المكنه عايشه وبتيجي هنا فروق كمان. وليه بقى؟ عشان ضغط الزيت مظبوط، مكنه مظبوطه، اساسياتها كلها، الخطوات بتاعتها من تحت لفوق مظبوطه خلاص. ترجع برضه للصيانات الدوريه والزيت، تروحش تجيب لي زيت شيل وزيت تعاون تحطه لي في مكنه فاهمني ريس. تقول لي لا ده الزيت ده هو وانا ماشي عليه وانا